طيب، ازيكم احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ قبل ما نبدا الفيديو صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام، وانزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. جاي لك النهارده بفيديو عظمه. تمام، عن طريقه فك حظر ارقام تخمين. تمام، مشكله العيال بتواجه ناس كتير جدا. تمام، ومبيعرفوش يفكوا الكود بتاعهم، مع انها طريقه سهله جدا جدا جدا. تمام، اهم حاجه تتابع بس الشرح وما تقدمش الفيديو ولا تاخره، بس عشان تستفيد وتطلع من الفيديو ده بمعلومه. تمام، انا مش هسيبك غير وانا مطلعك من الفيديو ده وانت واثق مليون في المية ان انت هتفك رقمك. تمام، طبعا ده التطبيق اللي فيه الاكواد والجيميلات والكلام ده هكون طبعا سايبه لك في الوصف، وكنت سايب لك لينك شات في الوصف. تمام، هنيجي احنا كده وليكن مثلا ده التطبيق. انت اول ما تحمله، تمام، هيفتح معاك بالواجهه ديت. عندك هنا جيميل هتاخده نسخ، تضغط على الجيميل كده تاخده نسخ. تمام، اللي هو ده، تخش انا على عندك على الجيميل، تضغط انشاء اللي تحت ديت. تمام، اهم حاجة الجيميل بتاعك ده يكون جديد. تمام، او لو انت مثلا باعت منه كحد اقصى يعني للواتساب بقاله 10 ايام 12 يوم شغال عادي، انما يعني اقل من كده اللي هو اسبوع او كلام من ده لا، يستحسن يعني تعمل جيميل جديد. تمام، وهتيجي هنا تضيف اللي هو الجيميل، تعمل لاسك. تمام، انا طبعا كنت سايب لك في التطبيق اللي هو لينك اللي هو الجيميل بتاعت الشركة كلها. تمام، اللي هم دول. وعندك هنا الموضوع، ترجع برضه للتطبيق تاني، تاخده نسخ. تمام، تيجي تاخده نسخ كده بأكمله، ترجع تاني تنسخه هنا. وطبعا الكود كالتالي: بعد ما خدت الكود نسخ هتيجي عندك على الجيميل تاني، تعمل له لاسك هنا كده. طبعا هتسيب اللي هو القوسين والزائد دول زي ما هما، وعندك هنا هتضيف الرقم بقى بالدولة. تمام، بصيغة الدولة، اللي هو زائد مثلا لو انت من مصر زائد 20، انت من دولة اوكرانيا تمام زائد 380، اي دولة. تمام، هتحط اللي هو المفتاح الدولة بتاعتها او الصيغة الدولية بتاعتها. تمام، احنا هنا عندنا مصر. تمام، اللي هو 20 زائد 20، وهتضيف الرقم بقى. تمام، وليكن مثلا اي رقم، وليكن هو ده الرقم. تمام، اللي هو محظور اللي هو الكود. تمام، وبعد ما تضيف الرقم وتضغط على اللي هو السهم الازرق اللي فوق ده اللي هي ارسال. تمام، تخش على الجيميل، على الثلاث شغلات اللي فوق دول، كل البريد، وتقعد تعمل اللي هو إعادة تحديث كده. تمام، لحد ما يوصلك رد من الواتساب. تمام، طب يا اخواتي هو ده الرد اللي هيوصلك من الواتساب. تمام، اللي هو شكرا على رسالتك، لنتابع طلبك يجب أن تثبت ملكيتك لرقم الهاتف هذا، رجاء إرسال مستندات مثل نسخة من فاتورة هاتفك أو عقد شراء الخط لتأكيد ملكية الرقم، رجاء التأكد من أنك لست أو رجاء التأكد من أنك أرسلت رقمك إلينا بالصيغة الدولية الكاملة اللي أنا لسه كنت بكلمكوا عليها. تمام، وإذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات فلا تتردد في التواصل معنا اللي هو واتساب. تمام، بس كده يا اخواتي، اللي هو هنا الواتساب يعني بيقولك إن هو الرقم بتاعك اتفك خلاص، وانت عشان تتابع الخطوات تثبت ملكتك وكلام من ده كل الكلام ده ملوش تلاتة لازمة. تمام، احنا كل اللي احنا عايزينه ان الرقم يتفك، واول ما توصلك الرسالة دي الرقم اتفك خلاص. تمام، هنا اللي هو الواتساب رد علينا اهوت، بس طبعا الرقم ده مش محظوظ. تمام، فهو انا بقولك سوري اللي هو لازم يعني تضيف الرقم بتاعك
بالشكل الصحيح. تمام. احنا على ما اظن يعني كنا ضايفين رقم اللي هو ناقص. تمام. فهو انا بقول لك اللي هو وير سوري تو هير يو بون، اللي هو لازم تضيف الرقم بتاعك، او اسف الرقم بتاعك غلط او حاجه زي كده. تمام. فانت هتضيف الرقم بتاعك بشكل صحيح بصيغه الدوله. تمام. وتحط الاكواد زي ما هي، ما تضيفش اي حاجه من عندك وبدون فواصل. وزي ما انت شفت كده في الفيديو اللي احنا بعتينها الساعة 3 و18 دقيقة. تمام. وصل لنا رد من واتساب الساعة 3 و19 دقيقة، يعني خارج دقيقة بس عشان الواتساب يرد علينا. تمام. مش هياخد منك يعني، ممكن ما ياخدش منك ثانية عشان الواتساب يرد عليك. وبس كده يا اخواتي، ودي بتكون نهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.